مرحبا بكم معنا في وصفة واحدة أخرى لنهار اليوم اللي راح تكون طبق مالح. الوصفة تاع اليوم راح تكون طاجين جبن بيان بريزونتي، حاجة شابة بزاف وفي الذوق أكيد راح يكون بنين. بدون إطالة نشوفوا مع بعض المقادير. نسحقوا بصل اللي راح يكون مقطع بقطع تكون خشينة شوية. هنا اللحم مفروم على حساب عدد أفراد العائلة. كيف بالنسبة للجبن الأبيض نسحقوا زيتون دي نوايوتي ونسحقوا شامبينيون. هنا استعملت شامبينيون فري كما نقدروا نستعملوا المعلب عادي. نسحقوا 6 حبات تاع البيض، سنينات تاع الثوم، ملعقه كبيره تاع السمن وربطه كامل تاع معدنوس. نسحقوا ملح فلفل كحل، شويه تاع الزيت، ونسحقوا كذلك الماء يكون مغلي اللي راح نمرقوا بها لاصوص تاعنا. دونك نروح ديريكتومون لا بريباراسيون تاع الطبق تاعنا. الحاجه الاولى نبداو نقطعوا لي شامبينيون تاعنا. هنا لي شامبينيون ما يتغسلوش، جوست نمسحوهم بالبابي سويتو. وهادو الصغار ما راحش نقطعهم، نخليهم كيما راهم، راح يجوا شابين بزاف في لا بريزونطاسيون. سينو الكبار راح نقطعهم شرائح رقيقه بهذه الطريقه. فوالا. هنا اللي ما يحبوش الشامبينيون يقدروا يعوضوه بالصدر تاع الدجاج يكون صغير، لا خاطر هذه راح تكون برك لاصوص اللي راح ترافق الطبق تاعنا. فوالا. بعد ما قطعنا السمن تاعنا شعلوا على النار، نديرو مغرفه تاع السمن، شويه تاع الزيت هكذا، غير شويه برك هكذا. نخليو السمن تاعنا مع الزيت حتى وين يسخنوا مليح، ونزيدو عليهم لي شامبينيون تاعنا هكذا. دوكا نحطو لي شامبينيون تاعنا. هنا راح نزيدو عليهم فلفل كحل، نزيدو عليهم الملح وشويه تاع جوز الطيب هاي، ونحرك بهذه الطريقه. نزيد عليهم 2 سنينات تاع الثوم ونخليه يتقلى مليح. فوالا. هنا نزيد عليه الكميه تاع الزيتون. دونك كيما على بالكم الزيتون هذا غليته حتى وين نقصوا هذيك الملح اللي فيه. فوالا. ونعاود نخليه يطيب مع الشامبينيون. نزيدوا عليهم مغرفه تاع فرينه، نخلطها مليح مع لو ميلونج هكذا. هاد المغرفه هي اللي راح تخلي لنا لاصوص تاعنا تجي عاقده هكذا. ودوكا نمرقوا بالماء يكون يغلي، نغطيو كامل هاد المكونات تاع لاصوص هكذا. نقصوا على النار ونخليوه حتى وين يطيب مليح. نحكموا مقله، نحطوا فيها مغرفه تاع السمن، شويه تاع الزيت ما نكتروش هذا. فوالا. نقليو فيها البصل كما قلنا قطعته يكون شويه خشين. هنا عندي حبه بصل تكون كبيره شويه، اذا كانت صغيره نقدروا نستعملوا 2 حبات. نخليو البصل تاعنا حتى وين يدبل مليح، من بعد نزيدوا عليه لا فيوند هاشي. هنا بعد ما دبل البصل تاعنا راح نزيدوا عليه لا فيوند هاشي. كما قلنا هنا استعملت تقريبا رطل. نتوما ديروا على حساب افراد العائله تاعكم. انا باش ندير ان بلا يكون كبير فاميليال هكذا، نفتح هاد لا فيوند هاشي لازم لها طيب مفته، ما نسحقهاش تكون حاكمه روحها مليح، وما راحش طيب 100% لا خاطر راح نزيدو ندخلوها للفرن. فوالا هكذا. بالنسبه للتوابل راح نديرو فلفل الكحل والملح، هذا ما كان. نزيدو عليه الملح ونحرك حتى وين يطيب معايا الفيوند هاشي.
انا بعد ما طاب الفيونداشي تاعنا راح نزيد عليه كميه معتبره تاع المعدنوس هكذا. نزيدوها دائما المعدنوس في الاخير باش تبقى الريحه تاعها والطعم تاعها. هنا واش راح ندير؟ واحد الريحه طلعت روعه. هنا واش راح ندير؟ راح نطفي عليه نخليه حتى وين يبرد تماما. طيب لاصوص تاع الزيتون تاعنا وتشوفوا واش راح نديرو دوزيام ايطاب. دونك هنا بعد ما برد الفيونداشي تاعنا خدينا 2 كيسان تاع المرقه اللي طاب فيها الشامبينيون مع الزيتون. نزيدو مغرفه كبيره تاع لا شابلور و6 حبات تاع البيض. وشوفوا معايا لا بريباراسيون كيفاش راح تكون. هنا نبدا نكسر في البيض حبه بحبه كما قلنا، نسحقوا 6 حبات، حبه ثانيه الثالثه والسادسه. فوالا ونخلط، نزيدو له لا شابلور ونزيدو له الكيسان تاع المرقه. هنا لو ميلونج تاعنا كما راكم تشوفوا هنا استعملت كادر مستطيل كما قلنا على حساب افراد العائله، لا كونتيتي نتوما اللي تحكموا فيها. غلفتو بابي الومنيوم لخاطر ما فيهش قاعده، وثاني درت لو بابي كويسون كيما على بالنا سي ديكونسيي الالومنيوم يقيس مباشره للاكل، هذه ماده مضره بزاف. دونك لو بابي الكويسون هو اللي راح يستحفظ لنا على الماكله تاعنا. ونفرغ كطبقه اولى لو ميلونج تاعنا بسم الله هكذا. نسويو السطح تاع البلا تاعنا نمشيها مليح وندخلها طيب على 180 درجه حتى وين ينشف كامل هذاك السطح. من بعد نخرجها نديروا لها الفخوماج تاعنا ونعاودوا ندخلوه يتكراتينا. دوكا بعد ما طابت نشفت مليح الطبقه الاولى راح نحط عليها فخوماج بلون هكذا، نمشيه كامل من الفوق، نديروا كميه لاباس بها ونمشيها على كامل لا سيرفاس تاع الكراتان تاعنا ولا طاجين جبن هكذا. ونمشي كامل الفورماج تاعي كما قلنا فوق الطبقه الاولى بهذه الطريقه هكذا. ونزيد نرابي عليه شويه شيدار هكذا غير من الفوق، ونعاود ندخلو للفرن مره واحده اخرى. دوكا جوست يتحمر لنا من الفوق ويكون الكراتان تاعنا ولا طاجين جبن تاعنا جاهز، ونشوفوه من بعد في طاوله التقديم مع لاصوص اللي حضرناها. هذا هو البلا تاعنا بعد ما طاب خدا هاد لا كولور. نحيتو من المول وقطعتو دي طرونش كما راكم تشوفوا ورافقتو بلاصوص تاع الزيتون اللي خدمناها مع بعض. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه تاعنا اليوم. تلاقاو غدوه ان شاء الله مع وصفه واحده اخرى. صحه فطوركم، تبقوا على خير.